توقعات لسيناريو مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المباراة الافتتاحية للدوري المصري موسم 2025-2026. الحلقة بتتكلم على توقعات سيناريو المباراة، مش توقعات نتيجة المباراة. ودي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعملها ما بين كل صناع المحتوى او كل اعلامي رياضي بيطلع قبل المباراة يتكلم على توقعات سيناريو المباراة، او 2-0 او التعادل 1-1. لا، احنا بنتكلم في توقعات لسيناريو المباراة، اللي هي المباراة تبدأ ازاي، المدير الفني لنادي الزمالك والمدير الفني لسيراميكا كليوباترا استعدادهم للمباراة عامل ازاي، تفكيرهم في المباراة عامل ازاي، عايزين ايه من نتيجة المباراة، سواء تعادل، سواء ضغط عالي، سواء هجوم مرتد، سواء دفاع. كل مدير فني على حسب ما هو عايز من المباراة. هنتكلم على كل لاعب في المباراة، الحالة البدنية والحالة الفنية بتاعته، استخداماته في الملعب من خلال المدير الفني للفريق. وبكده بنشوف نتيجة المباراة زي ما بنتوقعها بالظبط، بتحصل بنسبة 90%. فعشان كده اللي مش عامل متابعة للصفحة يعمل لنا متابعة، ودايما بتشرف بكل واحد موجود عندي على الصفحة عامل لي متابعة. ودي حاجة بتفرحني لما بشوف تعليق من احد المتابعين او لايك من المتابعين اللي عندي على الصفحة، او رسالة دعم من الناس اللي عندي على الصفحة عاملين متابعة للصفحة. دايما انا بتشرف بيكم، مش مجرد ان انا عايز رقم عندي في الصفحة وخلاص، لا، ده انا عايز ناس بتفهم كورة وتتكلم في كورة. فاهلا بيكم في حلقة جديدة. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي هتكون بكرة ان شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. الزمالك عامل ميركاتو من نار بمعنى الكلمة، صرف قليل بس لعيبة سنها صغير وكواليتي عالي، وكلها لعيبة اجنبية. ومحدش يسأل اشمعنى الزمالك جايب 10 لعيبة اجانب، او اشمعنى الزمالك جايب لعيبة اجانب. اسألوا معظم الاندية من الكرة المصرية اللي الزمالك كان بيتفاوض معاها علشان خاطر ياخد لاعب من عنده. اخرهم نادي بتروجيت، اللي نادي الزمالك جري ورا نادي بتروجيت علشان لاعب واحد، وطبعا كلكم عارفينه، وطبعا كلكم عارفين قصة ان نادي بتروجيت رافض ومتمسك باللاعب علشان خاطر ان هو هينافس على الدوري الموسم ده. الزمالك عمل الميركاتو بتاعه لعيبه سنها صغير، كواليتي محترم، مدير فني عنده فكر. وده اللي انا اتكلمت عليه في المدير الفني اللي انا اتمناه لنادي الزمالك. طريقته واسلوب لعبه كانت موجوده في المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عشان كده انا شخصيا متفائل بيه، لان اللي انا اتمنيته في المدير الفني اللي يمسك نادي الزمالك المرحله اللي جايه موجود في المدير الفني لنادي الزمالك الحالي. اما علي ماهر فطبعا كلنا عارفين بيجي قدام نادي الزمالك ويكون عامل ازاي. ودي مش صدفة او ان احنا كزملكاوية عايشين في جو المؤامرة ان في مديرين فنيين بيجوا قدام نادي الزمالك ويلعبوا، ويجوا قدام النادي الاهلي وما يلعبوش. دي حقيقة موجودة. علي ماهر هينزل يثبت نفسه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان هو اعلى من الزمالك، خصوصا ان سيراميكا كليوباترا معظم اللعيبة اللي موجودة فيها حاليا هي الرديف بتاع النادي الاهلي، كلها لعيبة من النادي الاهلي، ومعاهم علي ماهر اللي بينزل ضغط عالي قدام نادي الزمالك. فكده اسلوب لعب علي ماهر باين من بداية المباراة، هيبدأ يضغط على نادي الزمالك ضغط عالي في بداية المباراة لحد ما يشوف شكل نادي الزمالك هيكون عامل ازاي والتكتيك بتاعه هيكون عامل ازاي. واللي هيفرق في نتيجة المباراة كواليتي اللعيبة. وهنا نخش للمدير الفني لنادي الزمالك اللي اسلوب لعبه ضغط عالي. هل الضغط العالي بتاع نادي الزمالك هيفرق ويعمل نتيجة ايجابية قدام الضغط العالي بتاع سيراميكا كليوباترا؟ ده اللي هيحدده اللعيبة بتاعت نص الملعب اللي هيبدأ بيها او متوقع ان هو يبدأ بيها المدير الفني لنادي الزمالك، دونجا وشحاتة. وانا عندي علامات استفهام كتير على دونجا، ومش عارف انتوا ممكن تختلفوا معايا في الرأي. انا مش معتبره لاعب نص ملعب مدافع، ما عندوش كواليتي نص ملعب مدافع بربع جنيه. ممكن تختلفوا معايا في الرأي بس هو ده رأيي، بسبب مش بيعرف يستخلص كرة، بسبب انه مش بيعرف يبني هجمات. لعل وعسى يكون اتغير في فترة الاعداد بتاعت نادي الزمالك الاخيرة ومع المدير الفني الجديد، فاحتمال نشوف شكل تاني من نبيل عماد دونجا مع المدير الفني. بالنسبة لخط دفاع نادي الزمالك 2 قلب دفاع مش هيتغيروا، الونش ومصدق. اما الباكات بتاعت نادي الزمالك هيكون عمر جابر وبن طايق.
انا ما احبش اشوف احمد فتوح مع نادي الزمالك الموسم ده باي طريقه ولا اي موسم بعد كده. الهجوم بتاع نادي الزمالك شفنا شيكا وشفنا ناصر ماهر، اما لعيبه سيراميكا كليوباترا فهتحاول تثبت نفسها ان هي بتلعب بروح الفانيلا الحمراء. بس توقعاتي كفه لعيبه الزمالك هي اللي هتكون ارجح في المباراه في الضغط العالي وفي الاستحواذ على الكوره وفي الدفاع. اما في حراسه المرمى فانا مش عايز اقول ان محمد عواد ممكن يكون حارس مرمى نادي الزمالك، انا اتمنى محمد صبحي رقم 1، المهدي سليمان رقم 2، لان حارس المرمى في مباراه شبه دي هيكون له دخل كبير قوي في نتيجه المباراه، ومحمد عواد عنده كوارث ما بتتغيرش ومش بيتعلم منها، فهيكون نقطه ضعف نادي الزمالك قدام سيراميكا كليوباترا. اكتبوا لي توقعاتكم لنتيجه المباراه ولايك وشير الفيديو، واللي مش عامل متابعه للصفحه يشرفني بالمتابعه.